السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض الطاجن المشهور جدا جدا، وهو طاجن الشيف براك. بينزل في المنيوهات بتاعة المطاعم، غالي جدا جدا. تدخلي اي مطعم في المنيو هتلاقي طاجن الشيف براك. عايزه اقول لك بينزل غالي جدا جدا، مع انه الطاجن بيبقى فيه حته لحمه صغيره وخضار كتير ومتقفل كده بعجينه، واحنا فاكرين العجينه دي بقى ايه يعني اختراع. واتاري المكونات سهله وبسيطه والطريقه سهله. السر كله في التوابل اللي هقول لك عليها، هتخلي الطاجن بتاعك طعمه في حته تانية خالص. تابعوا معايا الفيديو لحد الاخر. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والكومنت الحلو عشان تقولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعتي، واشتركوا وفعلوا زر الجرس لو لسه مش مشتركين. هنسمي الله ونشوف مكوناتنا ونشوف الطريقة، وبإذن الله هتعجبكم جدا جدا. أول حاجة جبتها صينية كده، حطيتها على النار عشان تسخن. حطيت فيها مكعبين من الزبدة وشوية زيت كده، بس كتير شوية عشان اللحمة تتشوح كويس. بعد كده معايا نص كيلو من اللحمة، أي لحمة بقى عندك. أنا هنا معايا نص كيلو من اللحمة الموزة. قطعتها كده مكعبات زي ما انتم شايفين عشان تبقى حجمها زي حجم البطاطس وتتاكل كده بالمعلقة مع الرز. عندك بقى لحمة بتلو، عندك لحمة ضاني، أي لحمة عندك هتنفع، بس أهم حاجة قطعيها مكعبات كده بنفس حجم البطاطس. يعني احنا مقطعين البطاطس بنفس الحجم ده. هننزل بقى كده اللحمة بعد ما غسلناها كويس وصفيناها من المية في السمنة والزيت وهم سخنين عشان تاخد صدمة من كل ناحية، وتبتدي كده بقى تتشوح وتاخد لون حلو معانا. وانا بقى بشوح اللحمه كده، حطيت قطعه صغيره كده من اللي هتديني طعم وريحه للطاجن خطيره. السر بقى في الحاجات الصغيره كده اللي احنا هنحطها في النص مع بعض. هتشوفوا هتفرق معانا جدا ازاي في الطعم. حته ليا كده صغيره، وهنفضل نقلب في اللحمه لحد ما نتاكد ان هي خدت صدمه، وبعدين نسيبها عشان تاخد لون بقى، وبعدين نقلبها على الناحيه التانية. ركزوا بقى معايا كويس جدا في التوابل اللي هنحطها للحمة، عشان هي دي أساس الطعم وهتخليه طعمه زي الجاهز بالظبط. أول حاجة 3 أو 4 فصوص من الحبهان، بس اضغطي عليهم افتحيهم، ما تحطوهوش وهو مقفول عشان يديكي طعم وريحة أقوى للحمة. وهنحط كمان كام ورقة لورا، وهنحط بقى رشة جنزبيل بودرة. هي دي اللي هتخلي اللحمة بتاعتك فيها مزازة وتمنع أي زفارة وتخليها طعمها حلو جدا. ورشة جوز الطيب بسيطة كده بإيد زي ما انتوا شايفين. هنحط كمان كام فص من المستكة، انا حطيت 3 فصوص. وهقلب الكلام ده كله كويس جدا مع بعضه عشان التوابل تتشوح كده مع اللحمة وتطلع كل الطعم والريحة اللي فيها. عايزة اقول لكم ريحة الطاجن دلوقتي، ريحة اللحمة قصدي، وانا بشوحها تحفة جدا. التوابل فعلا ريحتها قوية جدا، وكمان هتفرق معانا في الطعم. هسيب لكم كل التوابل دي في صندوق الوصف عشان ما تنسوش منها اي حاجة، لان كل حاجة فيهم بتفرق معانا جدا في الطعم. هنقلب بقى كويس جدا، ولحد دلوقتي لسه ما حطيناش ولا ملح ولا فلفل عشان ما نأخرش سوى اللحمة. هنقلب كويس جدا ونسيبها تاخد لون كده وتتحمر من كل ناحية زي ما انتوا شايفين. الريحة قوية جدا واللون تحفة. هنقلب كويس كده لحد ما نتأكد ان اللحمة كلها اتحمرت. بعد كده هننزل بقى بالبصل والثوم. انا عندي بصل مفروم في الفريزر هستعمله. لو انت عندك بصل لسه هتقشريه وتخرطيه، خرطيه كبير شوية زي بتاع البصل كده عشان يديكي شكل حلو مع اللحمة، وبيديكي كمان طعم احلى. بس انا ما عنديش غير المفروم ده. حطيت كده قطعة من البصل، حوالي بصلاية كبيرة، وفصين من التوم، وهقلب كويس جدا. اول ما هشم ريحة البصل والتوم هنزل على طول بالمية المغلية، مش هسيبهم عشان ما يتحرقوش ويدوني طعم مر للطاجن بتاعي. هنزل بقى دلوقتي بحوالي كوبايتين من المية المغلية. طبعا كنت مشغلة الكاتل جنبي، او حطي مية تغلي جنبك وانت شغالة، عشان ما ينفعش خالص تحطي مية من الحنفية او مية ساقعة، هتأخر معاكي سوى اللحمة جدا. هنحط مية مغلية ونقلب كويس جدا. لحد دلوقتي ما حطيناش ولا ملح ولا فلفل، ما تستعجلوش وتحطوا خالص ملح وفلفل دلوقتي. ونغطي بقى الصينية بتاعتنا ونسيبها تستوي براحتها خالص. لو كمان شوية لقيناها احتاجت شوية مية صغيرين هنزود برضو مية مغلية لحد ما اللحمة تستوي، وبعدين نشوفها مع بعض. بعد بقى ما اللحمة استوت ما كملتش تلت ساعة، بس احتاجت شوية مية كده صغيرين. حطيت حوالي نص كوباية مية مغلية كمان وغطيتها، وكل شوية اقلبها لحد ما استوت ووصلت للشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم الريحة قوية جدا، طعم اللحمة حلو جدا مع اننا ما حطيناش ولا ملح ولا فلفل. التوابل اللي حطيناها مدياني طعم وريحة ولون كمان للحمة قوي جدا جدا.
في الوقت ده هننزل بقى بالخضار. انا هنا معايا بطاطس متقطعه مكعبات، فلفل متقطع مكعبات، طماطم متقطعه مكعبات. عايزه تزودي بقى مع البطاطس اي خضار تاني هيبقى تحفه، بسله، جزر، كوسه، فاصوليا، اي خضار عندك في الطاجن ده هيبقى تحفه جدا. وهنتبل بقى دلوقتي بالملح والفلفل. هحط معلقه كبيره من الملح المبهر، وفلفل اسود طبعا، وشويه بابريكا. لو عايزه تزودي كمان مكعب مرق الدجاج مفيش مشكله، بس ما تزوديش توابل اكتر من كده، والطعم لحد هنا خطير. هنقلب بقى كويس جدا. شويه الميه اللي في اللحمه هم اللي هيسووا الخضار، ويبقى طعمهم زي اللحمه بالظبط، وهيبقى كله كده نفس الطعم ونفس الريحه ونفس اللون، وحاجه كده وهميه. هنقلب كويس ونغطيها ونوطي النار، مش هتكمل 5 دقايق وهتكون استوت. في الوقت ده هنروح نعمل العجينه اللي انتوا فاكرينها اختراع، وهي اصلا سهله جدا، ما فيهاش اي مكونات، ما فيهاش اي افتكاسات، حتى من غير خميره، ملهاش اي اضافات، يعني حاجه كده في منتهى السهوله. هنجيب كوبايه من الدقيق طبعا نخلينه كويس جدا. هنحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من الزيت، زيت عادي او زيت زيتون، او حتى معلقه من السمنه. وهنحط كمان ميه دافيه للعجن، ونعجن العجينه دي كويس جدا لحد ما تلم معانا وتبقى عجينه متماسكه، مش ملزقه في ايدينا. هي دي مكونات العجينة، وهي دي العجينة اللي بيغطوا بيها الطواجن، وبتبقى طعمها حلو جدا واحنا مش عارفين هي معمولة من ايه. هي دي السر بقى في طعم العجينة، ان هي بتستوي على البخار بتاع اللحمة والتوابل اللي احنا حطيناها في الطاجن، فبيبقى طعمها حلو جدا، واحنا بنبقى متخيلين ان هما بيبقوا حاطين للعجينة نفسها اضافات ونكهات وحاجات، وهي سهلة جدا وبسيطة، بس بتاخد من طعم التوابل الحلوة جدا اللي احنا حطيناها في الطاجن. لميتها كده زي ما انتم شايفين، هديها دهنة زيت، اسيبها بس دقيقتين ترتاح عشان اقدر افردها واغطي بيها الطاجن بتاعي. نرجع تاني للخضار بعد ما استوى. بصوا بقى الشكل تحفة جدا، الريحة خطيرة، انا دقته طبعا وظبطت الملح بتاعه. الخضار دايب واللحمة دايبة، المية اللي كانت في اللحمة اتحولت لصوص كده مكرمل، طعمه تحفة جدا. كده احنا جاهزين ان احنا نحط الخضار في الطاجن ونغطيه بالعجينة وندخله الفرن عشان يستوي. ينفع بقى تستخدمي اي طاجن عندك، فخار او بايركس او حتى نفس الصينيه، غطيها بالعجينه زي ما هي كده ودخليها الفرن، مفيش مشكله خالص، وهتستوي وهتبقى زي الفل معاكي. بعد ما حطيت الخضار كده في الطاجن، جبت العجينه بتاعتي على الرخامه على رشه دقيق، فردتها كويس جدا بالنشابه، ولا تخينه ولا رفيعه، وهقفل بيها الطاجن كويس جدا واضغط من الجناب عشان مخرجش اي هوا من الطاجن. كل البخار عايزاه يطلع على العجينه عشان يسويها وتبقى طعمها حلو زي الطاجن بالظبط. بعد ما قفلت كده جناب الطاجن بالعجينه كويس جدا عشان ما يخرجش البخار، والعجينه تستوي وتاخد من طعم الطاجن وتبقى طعمها حلو جدا، هندهن بقى العجينة نفسها بالفرشة كده باللبن. لبن بس، من غير اي اضافات، ولا ملح ولا فلفل ولا فانيليا ولا اي حاجة. ما تستخدميش بيض كمان لان هيديكي طعم مش حلو خالص مع الوصفة دي. هي دهنة لبن كده بسيطة. وهنرش بقى رشة سمسم او حبة البركة، او ما فيش خالص ما فيش مشكلة. هنشغل بقى الفرن على اعلى درجة حرارة. لو فرنك بيشتغل فوق وتحت هيبقى احسن. هتدخليها مش هتكمل 3 او 4 دقايق العجينة تاخد لون، والطاجن بتاعك يبقى جاهز للأكل. وده شكل الطاجن أول ما خرج من الفرن. العجينة ما بتكملش دقيقتين أو 3 وتلاقيها خدت لون بسرعة جدا، لأن هي رقيقة ومش ما فيهاش أي حشوات ولا أي حاجة، وكمان البخار اللي طالع من الطاجن نفسه بيسويها بسرعة جدا. العجينة بتطلع من الفرن مقرمشة كده زي ما انتوا شايفين، واخدة تحميصة كده حلوة. لو انت عايزاها تبقى طرية زي العيش، هترشي رشة مية كده ببخاخة تكون نظيفة عندك، أو بالفرشة تدهني دهنة مية على العجينة وتغطي بفوطة وتسيبيها دقيقتين 3 على جنب، هتبقى طرية وتحفة جدا. بس لو انت عايزاها بقى مقرمشة كده زي ما هي زي ما انا بحبها كده، هتسيبيها، مش هتحطي مية ولا هتغطي ولا اي حاجة. هنسمي الله ونفتحه بقى مع بعض. وده شكل الطاجن من جوه. لون اللحمة تحفة جدا، الطعم والريحة واللون كل حاجة مظبوطة جدا جدا جدا. أحلى من الطواجن اللي بنقعد في أغلى المطاعم وناكلها وندفع فيها فلوس كتير جدا، واحنا مبهورين بيها ومش عارفين مكوناتها ولا طريقتها. الطريقة سهلة جدا، المكونات بسيطة، شوية توابل قلبولك الطعم خالص، وبقى الطعم معاكي تحفة أحلى من الجاهز كمان. تعالوا بقى نقدم الطاجن ده بطريقة مختلفة زي المطاعم بالظبط، عشان يحسوا بحلاوته ويحسوا ان انت عاملة حاجة مختلفة.
الشكل بيخلي الاكل طعمه احلى. صدقوني جربوا كده تقدموا الاكلات بشكل مختلف، هتلاقوا اللي بياكل منها هيقول لكم ان الطعم مختلف، مع ان هي بس طريقة التقديم بتفرق جدا. جبت بولة كبيرة، حطيت في نصها كده طبق صغير مقلوب، وهبتدي بقى احط الرز ابو شعرية مفلفل الجميل بتاعي ده ريحته حلوة جدا، واضغط عليه. هقلب بقى البولة على طبق أكبر شوية، ونشيل الطبق اللي في النص، ونبتدي نحط الخضار واللحمة والصوص اللي في الطاجن كده. اوعي تسيبيه، حطي كل حاجة في الطاجن، وهتاكلي أحلى طاجن لحمة بالخضار ممكن تاكليه في حياتك. طعمه تحفة جدا. شوية التوابل اللي حطيناهم خلولك الطعم فظيع. ال- العجينة بقى اللي كنت مغطية بيها الطاجن دي أحلى من اللحمة وأحلى من الخضار نفسه. هتجيبي بقى العجينة دي وهي مقرمشة كده، وتغمسي بقى بيها من الطاجن كده والصوص بتاع اللحمة، حاجة كده وهمية. جربوها بإذن الله تعجبكم جدا. مستنية رأيكم في الكومنتات، اوعوا تنسوا. ده الشكل النهائي للطبق بتاعي، وحاجة كده أنا مبسوطة جدا إن أنا عملته. طعمه حلو جدا وعجب كل اللي كان منه، وطلبوه مني تاني كمان. يا رب يكون عجبكم انتوا كمان. مستنية رأيكم في الكومنتات. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ارفعوا لي الفيديو بكومنت حلو، واشتركوا وفعلوا زر الجرس لو أول مرة تشوفوني، ونوروني في القناة عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. هسيبكم بقى دلوقتي في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير بإذن الله، ومع ألف سلامة.